خليك صريح مع نفسك لحظة. الكلام ده موجه لكل شاب وفتاة. يا ريت تسمعوا ولادكم وشبابكم الفيديو ده. بقول لكم او بقول لك، هو كل اللي اكبر منك قديم؟ وكل نصيحة مش على مزاجك بتبقى تخلف؟ الغريب انك لما الموبايل بتاعك بيبوظ بتقول اروح لواحد عنده خبرة، او اي جهاز في البيت بيبوظ بتدور على اهل الخبرة عشان يصلحوه. بس لما حياتك تتلخبط تقول لا انا فاهم، الزمن غير الزمن. ودي الكلمة دي حتى للأسف على لسان كبارنا لما بييجوا ياخدوا مشورة حد او يجي يعرفوا ياخدوا رأي حد في حاجة، وتيجي تنصحهم عن الشباب او البنات يقول لك يا عمي الزمن غير الزمن، وده غلط. طب اسمعني ثانيتين. الناس اللي بتكلمك عن الجواز مش بيحقدوا عليك. الناس اللي بينصحوك في الدراسة مش عايزين يكسروا طموحك. دول ناس دفعت الثمن وتوجعت وغلطت وعايزاك تختصر الطريق بدل ما تمشيه على دماغك. المشكلة مش ان الزمن اتغير، المشكلة ان النتائج واحدة. قلبك ينكسر، سنين بتضيع، واختيارات غلط بتدفع ثمنها عمر كامل. اوعى تغلط غلطة انك تفتكر انك اذكى من التجربة. اسمع، فكر، وازن، وبعدين قرر. مش كل نصيحة تمشي بيها، بس كل نصيحة تتحط في دماغك. واللي ساب الجواز عشان كلام الناس ندم، واللي استعجل وما سمعش كلام اللي اكبر منه وصاحب التجربة ندم، واللي كبر دماغه من اهل الخبرة رجع يقول يا ريتني سمعت. اسمع من اللي عاش مش من اللي بيتفرج. واوعى تعتبر النصيحة ضعف. الضعف الحقيقي انك تتعلم بعد فوات الاوان. الخبرة مش بتيجي من السن، الخبرة بتيجي من الوجع. وانت مش مطلوب منك انك تتوجع عشان تتعلم. انت مش اذكى من التجربة. اسمع قبل ما تندم. كلمة واحدة للشباب والبنات: ما تكبروش على النصيحة. الزمن اتغير لكن الغلط هو هو.